يا صباح الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. يلا النهارده معانا روتين قوي جدا، كله نشاط وحماس ومسح وغسيل وحاجات كتيره حلوه هتخليكي كده تتنشطي وتقومي معايا تخلصي شغل بيتك بدري. بس طبعا قبل ما نعمل كل الكلام الحلو ده لازم كده ننشط نفسنا بكوبايه نسكافيه حلوه زي اللي انا بعملها دي. نشربها ونظبط الدماغ ونقوم كده نشوف شغل بيتنا بدري بدري. خلاص انا عملتها اهو، ولقيت كمان باكو بسكوت حلو كده قدامي، قلت يلا ناكله بالمره ما يخسرش، حاجه تدينا نشاط. يلا بقى كمان نسمي بسم الله كده ونشوف الروتين الجامد ده بتاعنا. زي ما انتوا شايفين منظر البلكونه صعب جدا. يعني هي كانت حالتها الايام اللي فاتوا دول كانت مليانه تراب ومطر وكده، فكان الواحد بيخاف يخش البلكونه اصلا. بعد كده بقى قلت النهارده ما شاء الله كده لقيت في شمس قويه وحلوه، قلت لا لازم بقى نبتدي كده ايه، ننظف بقى الحاجات اللي عايزه تتنضف دي مادام ايه الشمس قويه كده ومنشطانا. ابتديت بقى اشيل الحاجات كده وافضي البلكونه خالص. انا عن نفسي ما بحبش ان انا احط اي حاجه في البلكونه، بحب ان انا يعني اخليها فاضيه خالص. بس للاسف انا مضطره، يعني زي ما انتوا شايفين ده موتور للاسف اتحرق، فركنته في البلكونه. كده يعني في حاجات بتضطر ان انتي تحطيها غصب عنك. زي ما انتوا شايفين السور كمان كان مليان تراب جامد، فجبت الحتة كده ومسحته. عملت كمان التكييف، بس للأسف الحتة دي مش عارفة ليه ما بانتش في الفيديو اهو. جبت بقى جبت الجزء التاني كده من السور. انتوا شايفين منظر التراب في الحتة عامل ازاي، صعب جدا. فعلا الايام اللي كان فيها تراب دي كان صعب الواحد يخش اصلا البلكونه، كان كمان الجو مطر وسقعه، متقدريش اصلا تبقي عايزه ما تخشيش البلكونه من الهوا. زي ما انتوا شايفين كده انا بقيت اكنس بقى، فضيتها خالص، وهبتدي بقى ان انا كمان اجيب الميه وامسح البلكونه. شايفين ما شاء الله الشمس قويه ازاي، باينه كمان اهي في الحيطه. يعني جو يشجع بصراحه ان انتي تقومي تخلصي كل حاجه بدري بدري. اهو جبت الميه كده، وكمان هجيب الشرشوبة بتاعتي وامسح كده الارض. دعكتها كويس جدا، طبعا كان فيها طينة وبقع وحاجات. زي ما انتوا شايفين كده الارض نطفت اهي وبقت تلمع. تنسوش بقى، انا نسيت اقول لكم، انا اللي نسيت اقول لكم ما تنسوش تحطوا لايك وكمان تشتركوا في القناة وتفعلوا كمان زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله. خلاص زي ما انتوا شايفين كده البلكونة روقت عليها وظبطتها اهي. الجزء التاني قعدت بقى اعيد وازيد فيها كده قلت مش هخلي فيها تراب خالص. بصراحة انا بحب اقعد في البلكونة كده الصبح ساعة الشمس الحلوة دي. كمان بتبقى في الصيف قوية، بس ايه يعني بتبقى الصبح يعني مثلا زي الساعة 7 كده بتبقى حلوة. لكن بعد كده طبعا انتوا عارفين في الصيف بيبقى الجو صعب جدا ان انت تخشي البلكونة. ايه رأيكم بقى؟ نورت اهي والارض بقت تتكلم الحمد لله. هنا بقى ابتديت ان انا احس بالجوع بعد ما عملت البلكونه وخلصتها. حضرت فطار سريع كده وقلت افطر وبعد كده نكمل ايه اليوم الشوق بتاعنا ده. شغلت اهو الغساله كده زي ما انتوا شايفين. انا صراحه عندي الغساله الاوتوماتيك وعندي الغساله العاديه، بس مش عارفه ايه السر فيا انا ان انا بحب الغسيل جدا جدا على الغساله العاديه دي. لكن الاوتوماتيك صراحه انا ما بعترفش بيها. في ناس بتقول ان هي ما بتنضفش، وفي ناس بتقول ان هي كويسه وكده. انا عن نفسي بتنضف، يعني ما اقولش ان هي ما بتنضفش، بس انا بحس ان هي الغسيل ما بيخلصش معاها خالص. مهما تغسلي طول اليوم الغسيل متكوم قد كده اهو. ما اعرفش يعني ايه السر، ما اعرفش. لكن دي بسم الله ما شاء الله يوم ما يبقى انوي على غسيل بتلاقي ثبت الغسيل في دي. هي صراحة منجزة وبتسعفني بصراحة. انا كنت جايباها بقالي صراحة فترة طويلة، بقالها سنين، وما شاء الله عايشة معايا. هي حوض واحد مش حوضين، دي نوعها فريش. كنت جايباها من التوحيد والنور،
كانت عاملة ساعتها 2000 جنيه، حوالي من 10 سنين. بقالها كتير قوي. بس جميلة بصراحة، دي 10 كيلو بتلملي كل حاجة في البيت، بغسل كل حاجة. ما بتخليش حاجة صراحة، يوم ما بغسل عليها ما بخليش حاجة في البيت مش نضيفة بصراحة. حلوة جدا يعني، انا صراحة لو لاقي منها تاني دلوقتي ممكن اشتري واحدة كمان تساعدني. لكن الاوتوماتيك صراحة اقعد اغسل مهما اغسل، ما الغسيل ما بيخلصش خالص. انتوا عارفين طبعا العيال بسم الله ما شاء الله بتغير كتير، وكمان لبس الشتاء اصلا بيبقى كذا قطعة، فتلاقي ثبت الغسيل بيتملي وتلاقيه كمان حواليه. يعني انتوا ممكن تشوفوا في الصورة، حطلكوا صورة كده مصغرة للمنظر الغسيل، حاجة صعبة اوي صراحة. اهو ابتديت بقى ان انا اطلع كده الغسيل واعصر. حاطه طبق فيه ميه كده بشطف فيه. بصراحه بقى هي عشان ما فيهاش عصاره، لانها هي حوض واحد، بعصر في الاوتوماتيك. هي دي الحاجه الوحيده اللي انا بستفاد منها في الاوتوماتيك. بتخلص لي بصراحه، بتنجزني يعني في حكايه ان انا اعصر فيها. وبروح مخلصه كل الغسيل مره واحده، دي تغسل ودي تعصر وانا انشر على طول. كل واحد يعمل حاجه متقسمه علينا احنا التلاتة. زي ما انتوا شايفين اهو، انا بشطف هنا وبسيبه بقى يتصفى. وبعد كده اروح مدخله الغساله الاوتوماتيك، تروح ايه عصراه، واخده انشره على طول. هنا اهو زي ما انتوا شايفين ان انا ابتديت انشر. معلش برضو المقطع اللي هو في اول النشر ده ما جاش، قلت مش مشكله نكمل نشر مع بعض. يا رب يكون محتوايا بيفيدكم ولو بأي حاجة بسيطة. ولو فعلا يعني عجبكم جدا انزلوا اكتبولي في التعليقات، انا تعليقاتكم بتفرحني كتير بصراحة، وبتديني كده طاقة ايجابية ان انا اقوم اصور واعمل فيديوهات كتيرة. بصراحة ببقى مبسوطة جدا. هنا زي ما انتوا شايفين كده كان الهوا قوي جدا. انا طبعا على بال ما خلصت الغسيل اللي عندي، كان غسيل كتير قوي، فكان خلاص الشمس راحت شوية. ابتدينا يعني يجي اخر النهار كده، فكان الهوا شديد قوي. يعني حتى كان الرينج لايت مش ثابت في حتة، رايح جاي بيتمرجح. زي ما انتوا شايفين اهو. بصراحة كنت مبسوطة جدا ان انا بصور ومتشجعة كده معاكم وانا بغسل، كنت حاسة كده ان انا حد مشجعني. طبعا الاستاذة مسكي تحت عمالة برضو قايمة بالواجب وزيادة، عمالة تهز فيه، هو مش ناقصة الهوا يعني، هي كمان بتهز فيه تحت، وقاعدة في الارض عمالة تهز في الرينج لايت. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص خلصت كمان نشير. هخش بقى على اللي بعده. تعالوا نشوف اللي بعده ايه. اهو ده لسه في بنشر تاني صدقوا. نسيت ان انا لسه بنشر تاني. أنا زي ما بقول لكم بقى كان الغسيل كتير قوي، يعني معرفش ايه اللي خلاني اسيبه لحد ما وصل للدرجة دي. بس الحمد لله خلصناه، والدنيا عند الغسالة الحمد لله راقت، وهتشوفوا دلوقتي هعمل ايه هناك. بس كملوا معايا الفيديو لحد الاخر وانتوا تشوفوا هعمل فيها ايه. هنضفها ايه، خليها زي الفل. زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله كمية الغسيل ايه. تتحسد صراحة. يلا بقى تعالوا اوريكم هنعمل ايه تاني. ده طبعا المكان اللي بيبقى انا عاملاه إيه، يعني بقول عليه اوضة الغسيل. دي كان كده زي بلكونة صغيرة عندي، اللي هي يعني تخشيها من ناحية المطبخ، اكيد شفتها في الروتين المطبخ وانا بنظف المطبخ. زي ما انتوا شايفين كده، في دي الرخامة كانت بتاعة المطبخ القديم، كسرت وركنتها ومعرفتش بصراحة ان انا استعملها في حاجة تانية. فركنتها. بس بصراحة انا عايزة يعني اتخلص منها، يعني لو عندكم مثلا اي اقتراح ان انا ممكن استفاد بيها في حاجة قولولي في الكومنتات. هنا المنظفات بتاعتي والحاجات دي اللي انا حطاها في الارض رفعتها بصراحة، قلت لحسن مسك لا قدر الله تيجي جنبها ولا حاجة، ودي طبعا حاجة خطر، فقلت لا. الحلة اللي انا حطيت فيها المنظفات دي انا مخصصاها اصلا للتنظيفات، فحطيت فيها الحاجة ورفعتها فوق الغسالة. وسحبت كده زي ما انتوا شايفين الرخام، وقلت بقى انضف كده زي ما انتوا شايفين.
ما صدقت صراحة ان المكان ده فضي من الغسيل، يعني على طول بيبقى مليان غسيل وزحمة كده. وانا صراحة المكان ده اكتر مكان ما بحبوش في الشقة. انتوا عارفين بقى الغسيل زي ما قلت لكم، يعني بسم الله ما شاء الله الاولاد بتغير على طول. ربنا يدينا الصحة عليهم يا رب. خلاص بقى كنست وهمسح كده الارض. انا مبسوطة قوي ان المكان ده فاضي. ما بشوفوش فاضي كده كتير. هو ما تقلقوش، هي ما فيش دقيقتين 3 وهتلاقي السبت بينادي يقولك اتمليت غسيل تاني. مجرد ما خلصت اصلا الغسيل لقيت الغسيل اتملى تاني فيه. تعرفيش مستقصديننا ولا ايه؟ اهو الدنيا تمام طبعا. اللي عندي هنا زي الرطوبة كده في الحيطة، فهي منشعة شوية. الحمد لله المكان راق وزي الفل. ويا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم واتنشطتوا وقمتوا عملتوا معايا الروتين بتاعكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.